مساء الخير، كيفكم؟ قصتنا لليوم طبعا أنا وزوجي كتير متفاهمين. هو مهندس معلوماتية وبيصمم برامج وأشياء لشركات، يعني حتى مستوانا المادي كتير جيد جدا، وأنا كتير بتفهم شغله بتفهم عمله ولأبعد الحدود. كتير متفاهمين ونحب بعض، عنا ولد واحد. طبعا وحتى أنا بشتغل، وطبعا قاعدين في البناية أنا وسلفتي. سلفتي طبعا زوجها مسافر لدولة خليجية، وهي ما بتشتغل بالبيت، وعندهم 3 أولاد. بس زوجي كتير بيحب عيلته، بيحب أسرته، بيحب العيلة كتير بشكل، ومرضي لأمه وأبوه بشكل لا، وأنا مش زعلانة، بالعكس، لأنه ما في خير لأهله ما في خير حيكون إلي، صح؟ مهم حتى لحد وين هو بيوصل ولاد أخوه كل يوم الصبح على المدرسة مع ابني، ما عندي مشكلة، بالعكس. شو بدهم أغراض، شو بدها أحيانا، شو اسمه، هو بيلبيهم، وأنا ولا يعني دخل لقلبي شك ولو إنه 1%. فجأة إجا قال لي أنا عندي مشروع كتير كبير وبده وقت وبده تركيز، شو رأيك تروحي عند أهلك يوم، هذا اليوم تروحي تقعدي فيه عندهم؟ طيب أنا مش بضايقك بشي ولا يعني أو أنت اللي مأمنت لك كل الجو قال لا، أنا حابب أكون بالبيت لحالي وأكون مركز. حبيبتي وخلي لي قلبك، وأنت أكيد متفاهمة وضعي ومتفاهمة شغلي، وأول مرة أنا أصلا بطلب منك إنك تروحي. يعني قلت له أوكي. قال لي آخر النهار أو بالسهرة أنا برجع باخدكم. أنا هون طبعا رحت هيك على السريع، حتى ما أخذت بدل تاني لابني. طبعا رحت وانبسطت أنا ووالدتي، وانبسطت فيني وكانت كتير سعيدة يعني، وكانت عاملة أكل كتير طيب، وأكلنا. وعلى 24 إجا المساء وطلعت يعني، وهيك أنا سيارتي معي يعني. قلت له شو يرجع ياخدنا أو ما في داعي، أنا برجع على البيت لحالي. ماشي. ماما قالت لي اسهري أو نامي عنا اليوم، وبكرة الصبح بتروحي من هون على شغلك، وخلي ابنك، أنا كتير مشتقت له وبتسلى أنا وياه وهيك. قلت لها لا ماما، خليني على بيتي أحسن لي، شفتكن وطمنت عليكن وكله تمام، فعلى شو، وأكيد بضل بجي بزوركن يعني. فعلا حملت حالي، قالت لي ماما لك بس خليني اروح معك اشتري غراض قبل ما تطلعي على البيت وترجعي بتوصليني. قلت لها اوكي. فعلا رحنا على السوق، وماما اشتريت اغراض، وحتى انا اشتريت اشياء يعني تعرفوا انتم النسوان لما بيظهروا على السوق. المهم بلا طول سيرة، رجعت على البيت. انا طبعا معي مفتاح، فتحت في صوت ضحك وصوت أنا هون يعني قلت أكيد أنا عم بسمع بالغلط. زوجي ضل في البيت قاعد بده يشتغل،
عنده تصميم ماشي. صوت الضحى وهيك، وفي أصوات وحركة، يعني شي كان مش طبيعي. مباشرة رقدت على غرفة النوم. كانت الصاعقة، الصدمة، ما بدي أوصف لكم الشعور إني بلاقي بتختي زوجي مع سلفتي. يعني فتحت الباب وأنا ما بدي أوصف لكم كيف كان شعوري. صوتي بطل يطلع، واقفة وهيك. لا 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 ما تفهم. وهو يقول لي أو حتى بس يقول لي لا 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 لا. ضربت وشي، لبسه. ايه ايه طبعا ما حبيت احكي ولا كلمة. سحبت ابني ومشيت، ركبت السيارة، ما بعرف كيف عبسوق. الحمد لله انه كان بيت اهلي مش بعيد، ولا يمكن كنت عملت حادث. وصلت، رجعت على البيت. قلت لي يا ماما هلا شو بك شو بك، هلا هسه انت رحتي على البيت، شو بك شو صار؟ غمرتها كتير لأمي، غمرتها غمرتها غمرتها، ما حكيت. قلت لها ماما حابة إذا ممكن بس انت اهتمي بالولد، حابة اقعد لحالي، حابة ارجع اقعد بغرفتي اللي انا ربيت فيها. ماما بس قوليلي شو صار معك، شو في، شو صاير، شو ليش هيك رجعتي، شو صار معك بينك وبين أحمد، صار في شي، تخانقتوا؟ قلت لها معلش ماما أنا حابة أقعد لحالي. قعدت وأنا منهارة بالبكي، منهارة بالبكي. معقول أنا كنت غبية؟ كيف ما حسيت طول هالوقت؟ يعني أكيد ليوصلوا لهاي المرحلة ويصير في علاقة بيناتهم، أكيد في صار إشياء كتير بيناتهم من قبل. صار في استلطاف، صار في استعجاب، صار في إشياء. يعني ما بيصير الموضوع هيك في ليلة وضحاها. هل برأيكم اتصل بزوجها اللي هو أخو زوجي وخبره، أو اسكت؟ وأكيد ما فيني أنا أسكت، أو انفصل بكل هدوء وآخذ حقوقي كاملة وباخذ ابني وبرجع بيت أهلي وبضل في، أو أنا هلأ في بيت أهلي وبضل عند بيت أهلي، أو بعمل لهم فضايح وبشرشحهم. انتو شو رأيكم؟ لو كنتوا انتو محلي شو كان تصرفكم؟ شو كان عملتوا؟ بتمنى تفيدوني، بتمنى تعطوني رأيكم بالقصة. ما بعرف شو بدي أقول، بس حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هاي كانت قصتنا لليوم، بتمنى تعطوني رأيكم. تحياتي.